فرحتك اللي انت مستنيها هتيجي في وقتها. اطمن. عوض ربنا دايما بيجي بعد التعب، الحزن، بيجي بعد الظلم، بعد الصبر. مش مصدق؟ طب اسمع القصة دي. واحدة بتحكي وتقول: صبرت على مرض جوزي 15 سنة، تعب وشقة وشيل وحط وسهر ومستشفيات وأدوية، لحد ما الحمد لله ربنا شفاه وعافاه. وفي فترة مرضه أنا مريت باختبارات كتيرة قوي، اختبارات صعبة، خاصة من أم جوزي اللي كانت بتحملني فوق طاقتي. كنت بصبر وأقول إن شاء الله ربنا هيشفي جوزي وهيعوضني عن كل التعب والشقة ده. أصل إحنا كنا اتجوزنا عن حب، وهو كان دايما يقول لي: أنت عايشة في الأحلام والأمنيات، أنا عمري ما هخف، أنا خلاص. وأنا أقول له: أبدا، أنا عمري ما هفقد الأمل، إن الله على كل شيء قدير، يشاء السميع العليم. بعد 15 سنة وربنا يشفي جوزي. واليوم ده كان أسعد يوم في حياتي. ساعتها كان كل اللي مسيطر عليا إني هسافر أنا وهو ونقضي شهر العسل اللي أنا ما قضيتهوش معاه. أصل نسيت أقول لكم إني ما فرحتش زي باقي البنات. جوزي اتعرض لحادثة يوم زفافنا، ومن ساعتها وأنا صابرة ومستنية اليوم ده 15 سنة. وطول الفترة دي نسيت نفسي خالص. عمري ما بصيت في المراية ولا لفت نظري إن أنا كبرت أو عجزت. حطيت كل تركيزي معاه وبس. ركزت على صحته واهتم بيه. كان كل أمنياتي إن أشوفه بيرجع يمشي من تاني ويبقى صحته كويسة. بتقول وبعد ما عدى شهرين على شفاء جوزي ما طلبش مني إننا نسافر زي ما كنت متخيلة. ده كمان اللي حصل إن حياتي ما اتغيرتش. فضلت زي ما أنا عايشة زي الخدامة بالظبط، زي أيام ما كان عيان وما بيتحركش. لقيته مش مديني حتى وقت إن أنا استريح فيه، ولا حتى آخد نفسي. لا، ومش بس كده، ده الصدمة كانت ليا لما قال لي: انت مهملة كده ليه؟ شكلك بقى عامل كده ليه؟ انت كبرتي وعجزتي كده ليه؟ واول ما بصيت في المراية شفت التجاعيد ظهرت على وشي، زي ما يكون الهم والتعب حبوا يسيبوا لي علامة طول عمري ما انساهاش. ساعتها حسيت احساس صعب قوي، حسيت بالذل والقهرة والوجع، ومن كبريائي حبست دموعي جوايا. حسيت ان روحي بتتسحب مني بالبطيء. بعد اسبوع وهو شخص معرفوش، مش هو ده اللي انا حبيته واتجوزته، اتغير جدا. واستخرت ربنا كتير، وبعدها طلبت منه الطلاق، واتنازلت له عن كل حاجه، قيمتي وجهازي حتى هدومي سبتهم ليه، وخرجت من بيته مع اخويا وانا مفطوره من العياط. كنت بعيط بحرقه لدرجه ان الجيران سمعوني وكانوا بيبكوا على بكائي، وكانوا بيهينوا جوزي بأبشع الألفاظ. نفسيتي تعبت جدا، ولأن احنا في قرية مش كبيرة الكل بيعرف بعضهم هناك. لقيت إمام المسجد جاي لي وقال لي: اصبري يا بنتي، اللي عملتيه والله لربنا هيعوضك عنه كل خير، ما ظنك في رب العالمين. رديت عليه وانا دموعي على خدي: ظني ان ربنا هيكبر بخاطري ولو بعد حين. رد عليا وقال لي: والله لا هيكبر بخاطرك اقرب مما انت تتخيلي. بتقول اخويا عشان يخرجني من ازمتي لقى لي شغل. بدات انزل الشغل واتلهي فيه، بدأت أنجح، ونجاحي ده رجع لي ثقتي بنفسي. حسيت إن أنا صغرت 20 سنة، حسيت إن كنت ميتة وحيد. وبعد حوالي سنتين من طلاقي زميل ليا في الشغل جه وتقدم لي، كان عمره 40 سنة، اتجوز وطلق. قال لي بكل انكسار إن سبب طلاقه إنه ما كانش بيخلف، ومراته كانت عايزة تخلف فطلبت الطلاق. قال لي: فكري كويس وبراحتك، لسه هيمشي. لقيت نفسي برد عليه بسرعة جدا، بقول له: أنا موافقة. قلت كده من غير أي تفكير. سبحان الله، وكأنها إرادة ربنا هي اللي كانت بتحركني. كان نفسي تشوفوا فرحته ساعتها كانت عاملة إزاي، لدرجة إني بكيت على بكائه وأصر إنه يعمل لي فرح، وأنا وافقت. بتقول وبعد الزفاف بحوالي شهر قال لي: يلا بينا نعمل عمرة. ودي كانت أمنية من أمنيات حياتي. وهناك دعيت ربنا إنه يرزقني بالذرية الصالحة، بس من غير ما أعرفه عشان ما أجرحش مشاعره. ورجعنا من العمرة وسبحان الله حسيت ان انا اتولدت من جديد، لدرجة ان شكلي اتغير وحلويت قوي، وجوزي بدأ يغير عليا. وبعد 6 شهور تعبت ورحت للدكتور. مش هتصدقوا الدكتور قال لي ايه؟ الدكتور قال لي ان انا حامل.
زوجي ساعتها سجد على الأرض شكر لله وهو بيبكي. بس المفاجأة كانت لما وصلت للشهر السادس وعملت السونار، طلع إني حامل في توأم. شايفين عوض ربنا ليا ولجوزي عامل إزاي؟ ما ظنكم في رب العالمين، اللي هتظنوه هتلاقوه. مستحيل حد هيظن في الله خير وهيصبر وهيحتسب وربنا هيتخلى عنه أبدا. خليكوا واثقين إن ربنا هيراضي كل واحد فيكوا، والله لا هيراضيك لدرجة إنك هتنسى كل اللي فات وكأنه لم يكن. يا رب عوض كل واحد رضي وصبر وصلى على الحبيب سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. عوض يكبر بقلبه ويطيب بخاطره وينسيه كل أوجاعه وألامه. ودمت وصلت لحد هنا يبقى أنت استفدت من الفيديو. بقى واجب عليك تعمل لايك وشير عشان غيرك يستفيد وأنت تاخد الأجر والثواب. بحبكم في الله، هدية محمود.